ترابط العائلة يصنع المعجزات، متحدون لحصد البطولات. فوز الزمالك على صور الغيني 4-0 مع الرأفة، وكالعادة شيكابالا بيخرس أي حد يقول لك أصل لازم يعتزل، أصل لازم يبطل. الناس اللي بتقول كده دي يا جماعة طبعا ناس مغيبة ولا بتفهم في أي حاجة حرفيا يعني. شيكابالا الموسم ده على فكرة من أكتر اللعيبة اللي بنساهمها مع الزمالك، إذا كان بهدف أو أسيستات أو كي باس، وبيفتح النهارده فاتح لك الماتش باسيست وهدف. مفيش اجمل من كده. وانتوا عارفين ان الزمالك لما الدنيا بتبقاش حلوه في اول الماتش الزمالك بيتعادل وبيخسر مع الفرقه اللي شبه دي، فرقه تعبانه، تعبانه مله كمان، فرقه ملط. انا بقول لك يعني عشان بس برضو ما نحسبش ان خلاص الزمالك بقى خلاص مان سيتي، لا، الزمالك اكيد عنده مشاكل، لكن في الماتشات اللي شبه دي لازم تخلص بدري بدري. شفنا اخر كام سنه، اخر سنتين ثلاثه، كل شويه بنخرج من الماتشات دي على فكره، مش من الماتشات الصعبه، الماتشات السهله اللي شبه دي اللي بتبقى على ارضنا اللي متعادل فيها. الناس فاكره قابلنا فرقه ما حدش يعرفها، المدربين اللي بيدربوها ما بيعرفوهاش، لكن مع ذلك كنا بنتعادل وبنخسر. لكن النهارده فوز مهم قوي، وزي ما بقول لك شيكابالا بيخرس اي حد بيتكلم عليه. طبعا فوز مستحق النهارده للزمالك، واداء عالمي من روكي الزمالك احمد السيد زيزو. انا هطلع عليه كده، ده مصطلح بتاعنا، حقوق الملكيه الفكريه بتاعتنا. وطبعا تألق المزيكا كلها شيكابالا، وتألق طبعا بقيه اللعيبه كلها، عشان بس ما اقولش بس دول طبعا هم اللي كانوا منورين النهارده. لكن النهارده طبعا فوز مستحق، المنافس ضعيف لكن النهارده لازم اقول ان هو فوز مستحق. الزمالك بدأ الماتش النهارده 4-2-3-1، ضغط عالي طبعا على الفرقه المالتي دي طبعا. والفرقه دي يا جماعه عندها مساحات مش طبيعيه، المساحات اللي في الفرقه دي تخض حقيقي يعني. ما اعرفش هل الفريق ده بيتدرب شباب بني ادمين، انا ما اعرف طبعا، هو فريق على قد امكانياته، مش بتريق ولا حاجه، لكن هي حقيقي الفريق ده عندهم مساحات مش طبيعيه يا جماعه. في الاطراف اي لعيب بيفتح الملعب بتلاقي الدنيا كلها يعني، اي لعيب بيستريتش الملعب شويه بيروح ناحيه الخط بيظهر مساحات بين الخطوط مش طبيعيه يا جماعه. النهارده طبعا ابو استغلال المساحات دي النهارده. على فكره اوباما لعب بالشوط الاولاني ده كان رائع. شوف بقى انا هقول لك اللي ما حدش هيقوله لك، اوباما النهارده لعب ماتش عالمي الشوط الاولاني، رغم انه لا سجل هدف ولا اسيست ولا حاجه، لكن كان بيعمل الشغل كله صح. الربط بين خط الوسط وخط الهجوم صح، كان بينزل كتير قوي يستلم في نص الملعب عشان يفضي المساحه دي يتحرك فيها شيكابالا وزيزو كذا مره، يعمل مثلث ويعمل جبهه مع زيزو ومع شيكابالا اكتر من مره، كذا مره يبدل ادوار مع سيف الدين الجزيري. الفرق النهارده في المباراه ان في لعيبه النهارده فايقه كتير، عشان بس برضو ندي يعني في لعيبه النهارده فرديا فايق، زيزو النهارده فايق، شيكابالا فايق، اوباما فايق. لكن انا بقول لك ده كلام برضو انت حر يعني، لكن شغل الهجومي ده شغل اوسوريو. انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، التحركات الكتير من غير كوره، خلق الفرص الكتير، ده كله شغل اوسوريو يا جماعه. عشان بس برضو ندي الراجل حقه، الراجل كان عنده مشاكل في الديفنس، كابتن معتمد جمال والتيم. اللي انا بقول لك انا ما اعرفش مين اللي بيدير فني، انا بقول لك انا ما اعرفش، عشان بس انا عندي معلومات ان ممكن احمد مجدي بيتدخل شويه، التيم من التحليل ده بيتدخل في حاجات كتير، لان ما ينفعش يا جماعه تتدخل قوي. انا بقول لك يعني مدير فني اكيد تقيل وكبير هو اللي هيبقى يتحكم في، زي فيريرا ما كانش بيخلي حد يتدخل، كل حاجه بدماغه. وده يا جماعه في ناس بتشوفه غلط، لا يا جماعه ده صح في حاجات كتير صح، لان في الاخر انت اللي بتشيل الليله، فتشيل الليله بقى بدماغك انت، احسن ما يبقى واحد يتدخل يبوظ كده. لكن الكابتن النهارده معتمد جمال او ايا كان مين اللي ادار المباراه فنيا هي من قبل الماتش، حاجات كتير اللي اتعملت النهارده، في حاجات النهارده في لعيبه فرديا فايقه، دونجا فايق زي ما بقول لك. النهارده مسوسي كالعاده عالمي، النهارده عالمي، النهارده مسوسي شايل لك كورتين النهارده احلى من محمود علاء في اكتر من كوره. برده الشوط الثاني مش عارف ليه اداؤه نزل شويه، لكن اشتغل محمود علاء في كورتين شالوا محمود علاء في الاول، كان ممكن في بدري، كان قبل ما نجيب اجوان كان ممكن واحده منهم تخش لو كانت عدت. انا بقول لك في حاجات صغيره كده. النهارده الزمالك بيلعب على مصيده التسلل، وده ريسك طبعا، ريسك. فرقه زي دي ما عندهاش خبرات، لو هو مقصوده في الماتش ده بس فانا ما عنديش مشكله عادي، لكن لو في العموم هنلعب على مصيده التسلل هتبقى خطر. والناس عارفه في فرق كتيره منهم الاهلي مثلا، يا نهار اسود، الاهلي اعتقد من افضل الفرق اللي ممكن تلعبك على مصيده التسلل دي، هتجيب اجوان ايه رز يعني. الناس كانت خايفه من اوسوريو، الموضوع ممكن يتطور يبقى حفله. انا بقول لك فاتمنى ان هي تبقى ماتش النهارده بس حاجه تكتيكيه، لكن عايز اتكلم على حاجه مهمه قوي. انا ما ينفعش ابتدي اتكلم الا لازم اتكلم على هدف شيكابالا يا جماعه. في يا جماعه انا عارف ان هو هيحطها هنا، والحارس عارف، والمدافعين عارفين، كل الناس عارفه يا جماعه، تيجي يا جماعه. طبعا سيبك من لما كده كده، ده سحر، ده سحر بتاع شيكابالا، بس محدش عارف اللي هيعمله لشيكابالا في السن ده، محدش عارف يعمله لشيكابالا. في لعيبه عالميين مبطلين كوره ما يعرفوش يعملوا الكلام ده. انا بقول لك طبعا يجي يقول لك في لعيبه بره اوروبيين جامدين ما يعرفوش يعملوا الحاجات دي في السن ده، طبعا قصدي قبل كده بيعملوه، لكن في السن اللي في شيكابالا ما يعرفوش يعملوه.
لما التك تك اللي بيعملها دي طبعا ماشي، لكن الشوط يا جماعه المره ال 500 على التوالي. النهارده شايط قبلها شوطين في الدقيقه اتصدت. هو تلاقيه هو مفكر شيكابالا ان هو خلاص الحارس ده اكيد شافني مرتين ثلاثه بشوط في البعيده، فشوط في الضيقه، لما شاطها في الضيقه في البعيده دخلت. وهو الحارس عارف، انت لو سالت الحارس هتلاقيه عارف ان هو هيحطها. لكن سبحان الله بقول لك ده سحر ما بيطلعش الا من رجل الاسطوره شيكابالا. وطبعا الاسيست ده اندر ريتد، الاسيست بتاع شيكابالا ده عالمي، وبقول لك وده اللي فتح المباراه. فكره ان انت الهدف بات دايما البدري في الماتشات اللي زي دي هو اللي بيخلص لك الماتش يا جماعه. مش هتستنى لاخر دقيقتين تجيب جون، لا يا جماعه، الفرق اللي زي دي خلصها بدري. في فرق طبعا صعبه هتقابلها قدام، دي بقى طبعا ماشي 50 50 ماشي، لكن الفرق زي دي لازم تخلص بدري بدري. فزي ما بقول لك النهارده التحركات من غير كوره على اعلى مستوى. لكن عايز اتكلم على حاجه النهارده ما اتكلمش عليها في الفيديو اللي فات، وهي الكرات الثابته. الزمالك بيعمل ايه في الكرات الثابته؟ عملها على فكره في اكتر من مره، ومنهم النهارده اتكررت اكتر من مره على فكره. يعني الجون اللي جابه الزمالك اتعملت قبلها بس دونجا فوتها. طب الزمالك بيعمل ايه؟ اللعبه كلها بتقف على خط واحد، المهاجمين كلهم بتوع الزمالك او اللعيبه اللي هي اللي جوه البوكس بيقفوا على خط واحد ماشي. في لعيب لحظه رفع الكره بيتحرك لبره، الكره بتتلعب له بيسقطها بدماغه للعيب واقف على البعيده. اللعيبه دي كلها بتتغير، يعني مش كل مره بتتلعب لدونجا، مش كل مره بتتلعب للجزيري، لا بالعكس. المره اللي فاتت لو الناس فاكره اتلعبت لعبد الغني، عبد الغني شاطها ضاعت، نضاي جابها لو الناس فاكره، لو الناس فاكره بس الجون بتاع نضاي نفس الفكره اتعملت النهارده، اتسقطت لدونجا، دونجا ريحها بدماغه للعيب اللي واقف على البعيده اللي هو النهارده كان الجزيري. الكوره دي بتتغير طبعا، لكن هي هتتحفظ اكيد، اكيد هتتحفظ. اي فرقه تقيله طبعا في الدوري المصري هتلعبك خلاص هتبقى عارفه ان هي كره هتتلعب للبعيد فخلاص. لكن في كره اتلعبت النهارده لو لاحظته بقى، ودي ما حدش هيلاحظها غير العبد اللي انا هقول لك عليها، اتلعبت لدونجا على طول، دونجا شاطها بس شاطها وحش او قلشت حاجه كده. يعني هي بقى الفكره ان هو هيزاولك، تبقى انت واقف يا ترى دونجا هيشوط ولا هيسقطها بدماغه. وطرح الاسئله في الكوره بيولد اخطاء، كده كده انت لو طرحت السؤال على المدافع اللي قدامك هيغلط. عمال ما هو يفكر وذهنه يشتغل ودماغه تشتغل وتبعت اللي شاطئ هتكون انت جبت جون، او على الاقل شاطئ بطريقه خطر تكون رايحه للجون. فالكوره دي حلوه قوي الفكره عموما ان انت، وطبعا دي ملعوبه، يعني دي تكتيك معمول مش حاجه عشوائيه مستحيل. انا بقول لك دي حاجه ملعوبه، ان هي الكوره تتلعب لدونجا تتسقط للعيب اللي واقف على القريبه اللي هيتحرك لحظه رفع الكوره، هتتلعب للعيب اللي على البعيده هتتسقط تلعب. طبعا دي بتحتاج الركنيه تترفع مظبوط، اللعيب اللي هيطلع لبره ده يسقطها بدماغه حلو او يشوطها على طول. هنا بقى حسب انت مقرر ايه. يبقى ما انا بقول لك الفكره كلها برضو بتحتاج توفيق طبعا، لان انت ممكن في الاخر تقول طب انا هسقطها المره دي فاللعيب يهرشها يروح شايلها منك، او تقول لها شوطها فلا. فانا بقول لك الموضوع حظ، لكن في الاخر انت عامل شغل واضح في الضربات الركنيه بالذات، مش الضربات الثابته، من الضربات الركنيه بالذات شغل واضح جدا، شغل واضح. شوف النهارده المباراه الثالثه او الرابعه تقريبا على التوالي الزمالك بيسجل من ضربات ركنيه بشكل ممتاز وشكل بيزاول الفريق اللي قدامه. وده طبعا كان الهدف الثالث الرائع للجزيري، رائع على المستوى التكتيكي من رفعه زيزو زي ما قلت وبتاع تريح الدونجا والهيد العالمي من سيف الدين الجزيري. بعد كده الزمالك طبعا خلاص الفرقه اللي قدامنا فيصت خالص يعني، بس هي فرقه عنيفه جدا، فريق عنيف بس عنيف في التدخلات، لكن في الاداء كنيف كنيف. الفريق ده في الاداء رايح في 60 دقيقه، لكن في التدخلات فرقه اجريسيف جدا. ده على فكره النهارده الماتش ده على ملعبهم، يعني طبعا هو في القاهره بس هو اسمه ملعبهم، يعني احنا كنا بنلعب المفروض بره الارض رسمي يعني، لكن طبعا احنا في الواقع احنا بنلعب على الارض هنا، لكن هم اختاروا يلعبوا ماتشين رايح جاي هنا. نجم الماتش انا مش هقول يا جماعه، مش محتاج اقول، انت اللي هتقول تحت في الكومنتات، بس هي حاجه معروفه شيكابالا قلت اهو. السلام عليكم.